السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع البنك المركزي، وهل البنك المركزي هيرفع الفايدة وإيه علاقته بالتعويم. البنك المركزي قدامه احتمالين. أول احتمال إنه يرفع الفايدة أو يثبت الفايدة. طيب تعالوا نشرح ايه الاسباب التي تؤيد قرار البنك المركزي برفع الفايدة. اول سبب وهو ارتفاع التضخم في مصر بنسبة اكبر من 40%. 2. زيادة المعروض النقدي والسيولة النقدية بالجنيه المصري الى اكثر من 8 تريليون جنيه. 3. رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفايدة بمقدار 0.25%، وبالتالي اتباع البنوك المركزية نفس النهج. 4. اجتماع واقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي التي كانت من المفروض أن تتم في شهر مارس وأجلت إلى شهر سبتمبر. طيب ايه الاسباب التي تؤيد قرار البنك المركزي بتثبيت الفايدة؟ اول حاجة صدور بنك مصر والبنك الاهلي المصري شهادات دولارية املا في تجميع اكبر قدر من السيولة الدولارية واحتياج البنوك المصرية الى العملة الصعبة اكثر من السيولة النقدية بالعملة المصري. 2. انخفاض التضخم عالميا مما يعطي البنك المركزي المصري وقت لتأجيل رفع الفايدة. 3. اجتماع البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر مما يعطي البنك المركزي وقت لتأجيل رفع الفايدة إلى اجتماعه الشهر القادم، وتأجيل أيضا مراجعة صندوق النقد الدولي إلى بعد الاجتماع أو قبل الاجتماع مباشرة. رأيي المتواضع أن البنك المركزي المصري سيثبت الفايدة لأنه لم يجمع أكبر قدر من السيولة الدولارية تجعله يتخذ قرارات اقتصادية قوية مثل رفع الفايدة والتعويم حتى يستطيع التحكم في قيمة الدولار أمام الجنيه. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نلتقي في فيديوهات قادمة. وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا جدا جدا.